ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم والمحاضرة الرابعة من محاضرات علم المحاسبة. النهاردة هنتكلم عن مبادئ وفروض علم المحاسبة. المبدأ الأول عندنا مبدأ الحيطة والحذر، اللي هو بيطلق عليه مصطلح الكونزرفاتيزم. وفقا لمبدأ الحيطة والحذر، احنا عندنا في المحاسبة علم المحاسبة بيعترف دايما بالخسائر المتوقعة مستقبلا، ولا يعترف أبدا بالأرباح أو المكاسب المتوقعة في المستقبل. ده باختصار مبدأ الحيطة والحذر. تعالوا نقرأ مع بعض كده. وفقا لمبدأ الحيطة والحذر، فإنه يتم الاعتراف بالخسائر المتوقعة خلال الفترة المحاسبية اللي هي الفترة المالية، ولا يتم الاعتراف بالأرباح المتوقعة خلال نفس الفترة المحاسبية أو الفترة المالية. مثال على ذلك، عند تقييم المخزون في نهاية السنة المالية، يجب أن يظهر المخزون في قائمة المركز المالي بالتكلفة أو سعر الشراء أو سعر السوق، أيهما أقل. يعني يا إما بيظهر بالمخزون منين نقيمه في آخر السنة عند تقييم المخزون السلعي في نهاية العام المالي، بيتحط التقييم بتاعه يا إما بالتكلفة اللي هو سعر الشراء بتاعه أو بسعر السوق، أيهما أقل. طيب، عند جرد المخزون في 31/12/2016 لإحدى المنشآت، أمكن الحصول على البيانات التالية. المجموعة الأولى كان فيها 3 أصناف: الصنف ألف والصنف ب والصنف ج. الصنف ألف الكمية 2000، الصنف ب الكمية 1000، الصنف ج الكمية 1000. تكلفة الوحدة ألف كانت 2، تكلفة الوحدة في الصنف ب كانت 5، تكلفة الوحدة في الصنف ج كانت 6، وسعر السوق كان للصنف ألف 3. سعر السوق للوحدة للصنف ب كان 3، سعر السوق للوحدة للصنف ج كان 4. عندنا المجموعة التانية فيها صنفين: صنف د وصنف ه. الكمية 2000 للصنف د والكمية 3000 للصنف ه. تكلفة الوحدة للصنف د 3 جنيه للوحدة، وتكلفة أو سعر السوق للوحدة للصنف د 2 جنيه للوحدة. تكلفة الوحدة للصنف ه جنيه، وسعر السوق للوحدة للصنف ه كان 2 جنيه. المطلوب تقييم المخزون في 31/12/2016 باستخدام الطرق التالية. نمرة 1، كل صنف على حدة each item separately. الطريقة التانية الطريقة الإجمالية overall method. والطريقة التالتة طريقة المجموعات الرئيسية أو المين جروبس. نيجي نشوف الحل كده. لو خدنا كل صنف على حدة ل each item separately، كل صنف على حدة هناخد الصنف ألف، كانت الكمية 2000، تكلفة الوحدة كانت 2 جنيه، وسعر السوق كان 3 جنيه. يبقى احنا هنختار تكلفة الوحدة لأنها الأقل، وزي ما قلنا احنا في مبدأ الحيطة والحذر بنختار دائما الأقل، وبالتالي هنختار سعر تكلفة الوحدة. يبقى هنقيم المخزون بالأقل وهو 2 جنيه للوحدة، وبالتالي التقييم بالأقل هيكون 2 في 2000 ب4000. المجموعة الصنف ب عندنا تكلفة الوحدة 5 جنيه وسعر السوق للوحدة 3 جنيه. الأقل هيكون طبعا سعر السوق وهو 3 جنيه، وهنا هيتم ضرب 3 جنيه في 1000 اللي هي الكمية، ويعطي التقييم الأقل. التقييم بالأقل اللي هو 3000 جنيه. الصنف ج عندنا تكلفة الوحدة كانت 6 جنيه وسعر السوق لها كان 4 جنيه. طبعا الأقل هو سعر السوق ال4 جنيه، وبالتالي هيتم ضرب ال4 في الكمية. 4 جنيه في الكمية 1000
يطلع التقييم بالأقل 4000 جنيه. نيجي للمجموعة التانية. في الصنف د عندنا كانت تكلفة الوحدة 3 جنيه وسعر السوق 2 جنيه. يبقى هنختار سعر السوق طبعا، يبقى ال2 جنيه في ال2000 هيطلع ال4000. الصنف اهي عندنا تكلفة الوحدة جنيه واحد للوحدة وسعر السوق 2 جنيه للوحدة. هنختار طبعا تكلفة الوحدة، هنختار بالتكلفة بقى، يبقى الجنيه هيتضرب في الكمية 3000 تطلع التقييم بالأقل 3000. هيتم جمع بقى المبالغ اللي احنا عملناها دي على مستوى كل صنف، هيطلع إجمالي المبالغ 18000 جنيه. ده الإجمالي 18000 جنيه، ده تقييم المخزون بالنسبة لطريقة كل صنف على حدة. إذا قيمة المخزون في قائمة المركز المالي طبقا لطريقة كل صنف على حدة 18 هي 18000 جنيه. الطريقة التانية وهي الطريقة الإجمالية overall method. بالطريقة الإجمالية هنيجي نشوف إجمالي التكلفة كام وإجمالي السوق كام. هنيجي بقى نضرب تكلفة الوحدة اللي هي كانت 2 في الكمية تطلع 4000 بالنسبة للصنف ألف، وهناخد 3 جنيه سعر السوق في الكمية 2000 هتطلع 6000 جنيه، وده هيكون سعر السوق للصنف ألف. نفس الكلام للصنف ب. هنيجي ناخد تكلفة الوحدة 5 في 1000 هيطلع إجمالي التكلفة 5000 جنيه. هنيجي ناخد سعر السوق اللي هو 3 جنيه للوحدة في 1000 الكمية هيطلع 3000 جنيه إجمالي السوق. هنيجي بعد كده هو ده الصنف ج. هناخد تكلفة الوحدة 6 في الكمية ب6000 وسعر السوق للوحدة 4 جنيه. 4 جنيه في الكمية 1000 وحدة هيطلع السعر للسوق 4000 جنيه. نيجي للصنفين اللي بعد كده اللي هو الصنف د. نفس الكلام، تكلفة الوحدة 3000 في الكمية 2000 يطلع 6000 جنيه. سعر السوق 2 جنيه في 2000 يطلع 4000. وأخيرا الصنف اهي عندنا 1000 أو الواحد جنيه في 3000 يطلع 3000، ده سعر إجمالي التكلفة بتاعة الصنف اهي. هنيجي لسعر السوق للصنف اهي واللي هو كان ب2 جنيه للوحدة، 2 جنيه في 3000 هتطلع 6000 جنيه سعر السوق للصنف اهي. هنجمع الإجمالي بتاع التكلفة هيطلع لكل الأصناف من ألف لحد ه هيساوي 24000 جنيه. وهنجمع دي الطريقة الإجمالية أو الطريقة اللي اسمها الأوفرول ميثود. الأوفرول ميثود أو الطريقة الإجمالية. هنجمع إجمالي السوق للصنف من ألف إلى ه هيساوي 23000 جنيه، هيساوي 23000 جنيه. بقى إجمالي التكلفة للخمس أصناف طلعت 24000 جنيه، بينما كان إجمالي سعر السوق للخمس أصناف 23000 جنيه، وبالتالي الأقل هو 23000 جنيه اللي هو سعر السوق. وهنا وفقا لطريقة الأوفرول أو الطريقة الإجمالية سيتم تقييم المخزون على أساس سعر السوق. إذا قيمة المخزون في قائمة المركز المالي طبقا للطريقة الإجمالية هي 23000 جنيه. هنيجي نشوف طريقة المجموعات اللي هي المين جروبس. طريقة المجموعات الرئيسية أو المين جروبس، المجموعات الرئيسية. هنيجي حسب المجموعة هناخد تكلفة الوحدة 2 جنيه في 2000 هتساوي 4000 جنيه. هناخد سعر السوق للصنف ألف اللي هو 3 جنيه الواحدة في الكمية 2000 هيطلع إجمالي سعر السوق 6000 جنيه. هنيجي ناخد تكلفة الوحدة للصنف ب 5 في 1000 هتساوي إجمالي التكلفة وهي 5000 جنيه. نفس الكلام 3 جنيه سعر السوق للصنف ب في الكمية هي 1000 جنيه هيدي إجمالي سعر السوق 3000 جنيه للصنف ب. بعد كده عندنا صنف ج. عندنا تكلفة الوحدة بتاعته كانت 6 جنيه للوحدة، 6 في 1000 هتساوي 6000 جنيه تكلفة الصنف ج.
بينما سعر السوق كان للصنف ج 4 جنيه. 4 جنيه في 1000 كمية، 1000 وحدة، تساوي 4000 جنيه سعر السوق للصنف ج. هنيجي نجمع على مستوى المجموعة هنا بقى طبقا للمجموعات الرئيسية أو المين جروبس. هنلاقي لما نجمع المجموعة الأولى واللي بتحتوي على 3 أصناف أ ب ج، هنجمع إجمالي التكلفة الأ ب ج هتساوي 15000 جنيه. هنجمع إجمالي سعر السوق لل3 أصناف والمجموعة الأولى أ ب ج، هنلاقيها هتساوي 13000 جنيه. وبالتالي سيتم اختيار السعر الأقل وهو سعر السوق 13000 جنيه لل3 أصناف التي تحتويها المجموعة الأولى. نيجي للمجموعة التانية بتحتوي على صنفين د وه. نفس الكلام، عندنا سعر التكلفة 3 جنيه للوحدة، 3 جنيه في الكمية، 2000 وحدة هتساوي 6000 جنيه سعر التكلفة. هنيجي لسعر السوق 2 جنيه للوحدة، واحنا عندنا 2000 وحدة، يبقى 2 في 2000 هتساوي 4000 جنيه. ده سعر السوق للصنف د. هنيجي بعد كده هو دي تكلفة الوحدة للصنف ه بجنيه الوحدة، ب3000 وحدة هتساوي 3000 جنيه تكلفة الصنف ه. سعر السوق 2 جنيه للوحدة في 3000 وحدة هيساوي 6000 جنيه سعر السوق للصنف ه. هنجمع الصنفين بتوع المجموعة التانية د وه، هنلاقي إجمالي التكلفة هيدي 9000 جنيه، بينما سعر السوق هيساوي 10000 جنيه. يتم الاختيار الأقل سعرا وهو سعر أو إجمالي التكلفة اللي هي 9000 جنيه بالنسبة للمجموعة الثانية. يبقى في المجموعة الأولى كان أيهما أقل كان سعر السوق، بينما في المجموعة الثانية أيهما أقل كان سعر التكلفة أو إجمالي التكلفة. يتم تجميع سعر السوق للمجموعة الأولى اللي هو الأقل 13000 جنيه زائد سعر التكلفة للمجموعة الثانية وهو 9000 جنيه. يبقى هناخد 13000 جنيه اللي كانت سعر السوق الأقل في المجموعة الأولى، زائد سعر التكلفة للصنفين د وه بتوع المجموعة التانية اللي هو كان سعر التكلفة فيهم أقل من سعر السوق وكان بيساوي 9000 جنيه. يبقى 13000 جنيه زائد 9000 جنيه هيساوي 22000 جنيه، وده اللي هيظهر في قائمة المركز المالي وفقا للطريقة الثالثة وهي طريقة المين جروبس أو المجموعات الرئيسية. في عندنا مبدأ تاني في المحاسبة، مبدأ مهم جدا، Principle of Matching، مبدأ المقابلة. مبدأ المقابلة اللي هو مقابلة الإيراد خلال الفترة المحاسبية، مقابلة المصروف خلال الفترة المحاسبية بالإيراد خلال الفترة المحاسبية، مقابلة المصروف بالإيراد خلال الفترة المالية أو خلال الفترة المحاسبية. يعني نقابل كل مصروف بالإيراد بتاعه خلال الفترة المالية Physical Year. ده Principle of Matching، مبدأ المقابلة، هو مقابلة المصروف بالإيراد خلال الفترة المحاسبية، وهو كل مصروف ساهم في تحقيق إيراد خلال الفترة المحاسبية. مثال على ذلك، بفرض أن المنشأة قامت بإيجار أرض بمبلغ 4000 جنيه في 1/10/2016 لمدة 4 أشهر. بإيجار الشهر الواحد 4000 جنيه على 4، هنقسم 4000 جنيه على 4 أشهر المتبقية أو 4 أشهر اللي تم الإيجار المنشأة، المدة بتاعت إيجار المنشأة من الأرض، فهيطلع إيجار الشهر الواحد بيساوي 1000 جنيه. يبقى السنة اللي فاضل في سنة 2016 عندنا 1/10 1/11 1/12، يبقى إذا في 3 شهور داخلين في سنة 2016. لما يخص سنة 2016 من الإيجار
الإيجار الشهر الواحد 1000 جنيه، هنضرب ال1000 جنيه في ال3 شهور المتبقيين في سنة 2016، هيدي 3000 جنيه. ده إيجار سنة 2016. طيب، ويبقى في سنة في 1000 جنيه طبعا الشهر اللي هو في 2017. طب التسجيل المحاسبي للمعاملة اللي فاتت دي هيكون ازاي بقى؟ هيتقال من مذكورين مصروف الإيجار، مصروف الإيجار بتاع السنة اللي هو ال3000 جنيه، بينما هنا بقى في 1000 جنيه لسنة 2017، دي بتخش تحت بند المصروف المقدم، يعني مصروف الدفع نظير خدمة في المستقبل لم نحصل عليها بعد، يعني دفعنا فلوس إن الإيجار في خاص بالمستقبل ولسه ما طبعا ده مصروف لسه الخدمة جاية في المستقبل في السنة الجاية، يعني مش بيخص الفترة المالية المحاسبية بتاعتنا. بفرض إن السنة المالية هتنتهي في 31/12/2016، فبينزل تحت بند المصروف المقدم. يبقى هنا مذكورين عندنا 3000 جنيه بتوع السنة 2016 ال3 شهور، 3000 جنيه من مصروف أو من حساب المصروف الإيجارات، و1000 جنيه من حساب الإيجار المقدم. إلى طبعا هيدفع من مثلا فرض إن هو اتدفع نقدا، يبقى إلى حساب النقدية أو إلى حساب الصندوق أو إلى حساب النقدية بالبنوك. 4000 جنيه إلى حساب الصندوق. في فرض أو فرض تاني اسمه فرض الاستحقاق، فرض الاستحقاق، فرض الاستحقاق accrual principle، accrual principle، accrual principle، فرض الاستحقاق، والمقصود به إقفال جميع المصروفات والإيرادات التي تخص السنة المالية في نهاية السنة المالية، بصرف النظر عن ما إذا كان قد تم سدادها أو قد تم تحصيلها بالفعل، أم أنه لم يتم السداد والتحصيل الفعلي لها. To close all expenses and revenues relating to the financial period at the end of the fiscal year, regardless of whether it has been paid or it has been collected or not. There is no actual payment and collection for it. فرض الاستحقاق بيقول إن احنا بنقفل جميع المصروفات والإيرادات اللي تخص الفترة المالية في نهاية السنة المالية، بصرف النظر عما إذا كان قد تم سداد المصروفات أو قد تم تحصيل الإيرادات بالفعل. تمام، يبقى بيتقفل جميع المصروفات والإيرادات في نهاية السنة المالية. مفيش حاجة اسمها رصيد سابق أو رصيد مرحل في بداية السنة المالية الجديدة. الإيراد والمصروف، أي إيراد ومصروف بيتقفل في نهاية السنة المالية. يعني أي إيراد أو أي مصروف مع نهاية السنة المالية بيتقفل، سواء تم سداد المصروف أو لم يتم سداده، أو سواء تم تحصيل الإيراد أو لم يتم تحصيله. ده هو مبدأ الاستحقاق، فرض الاستحقاق الأكرول اكسبنسز. مثال على ذلك، بفرض أن فاتورة الكهرباء في 15/12/2016 كانت بمبلغ 400 جنيه، وقد تم سدادها في شهر يناير 2017. التسجيل المحاسبي في نهاية شهر ديسمبر 2016 يكون على النحو التالي: 400 جنيه من مصروف الكهرباء إلى 400 جنيه إلى المصروفات المستحقة. ليه؟ لأن فاتورة الكهرباء في 15/12/2016 كانت مبلغ 400 جنيه، لكن في شهر اتسددت امتى؟ اتسددت في يناير. احنا هنعمل القيد امتى؟ في ديسمبر. في ديسمبر احنا لسه ما دفعناش، يبقى في فاتورة مستحقة علينا احنا لسه ما سددناهاش، يبقى لازم يتحط المصروف بتاعها اللي هو مصروف الكهرباء 400 جنيه، ومصروف بطبيعته مدين. المصروف المستحق بيكون بطبيعته دائن، مصروف مستحق على المنشأة، وبالتالي بيكون التزام عليها، وبالتالي المصروف المستحق بيكون دائن. يبقى من حساب المصروف الكهرباء إلى حساب المصروف المستحق بيكون التزام، وبيبقى ب400 جنيه. يبقى نحط من 400 جنيه من حساب مصروف الكهرباء 400 إلى 400 جنيه إلى حساب المصروفات المستحقة.
وشكل حساب الأستاذ للمصروفات المستحقة هيكون على النحو التالي. ادي حساب الأستاذ اهو بتاع المصروفات المستحقة أو الأكرول اكسبنسز. ده الجنرال ليدجر أو حساب الأستاذ. الجنرال ليدجر حساب الأستاذ. حساب الأستاذ بتاع المصروفات المستحقة أو الجنرال ليدجر حساب الأستاذ. المصروفات المستحقة الأكرول اكسبنسز. يبقى إلى أو يبقى حساب المصروفات المستحقة من مصروف الكهرباء في الجانب اهو من حساب مصروف الكهرباء ب400، والرصيد هنرصد 400، وهو طبعا التزام، وبالتالي الرصيد هيظهر اهو الناحية التانية في الجانب المدين ب400. الرصيد في 31/12/2016. من حساب الكهرباء إلى حساب المصروف المستحق. التسجيل التسجيل المحاسبي بقى في الشهر اللي بعديه طبعا. التسجيل المحاسبي في شهر يناير 2017 ده التزام كان وليس مصروف. المصروف المستحق يكون التزام على المنشأة وليس مصروفا. يبقى في يناير 2017 هيكون من حساب المصروف المستحق، عشان نقفل المصروفات المستحقة لأنها كانت التزام زي ما قلت في الجانب الدائن، هنحولها إلى الجانب المدين الديبت عشان نقفل المصروفات المستحقة الأكرول اكسبنسز، وهنسددها من النقدية. يبقى إلى 400 إلى حساب النقدية. وللقاء آخر في المحاضرة القادمة بإذن الله. إن شاء الله نكمل مبادئ المحاسبة، وهناخد المرة الجاية بإذن الله مبدأ الأهمية النسبية أو الماتيرياليتي أو مبدأ الأهمية النسبية إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير.